ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله وصفتنا مخلل بتنجان لعشاق المخللات. هنعمله بطريقه صحيه خفيفه وسهله تقعد معانا شهر في التلاجة. بس ما تنسوش اشتراك في القناه ولايك لو الفيديو عجبكم. تعالوا كده نشوف الطريقه والمقادير، يلا بينا. هنسمي الله. واول حاجه معانا البتنجان، جبته وشلت العنق بتاعه وما فتحتوش بالسكينه، مقفول، وغسلته كويس وعصرت عليه ليمونه وقلبته كده عشان لونه ما يغيرش. وهنا ميه السلق ضفت عليها 4 معالق من الخل ومعلقتين من الملح. سلقته. انا معايا تقريبا 2 كيلو من البتنجان. بياخد بقى التوابل بتاعته، كمون وبابريكا وكركم، كزبرة ناشف وتوم ني طبعا. وانا حطيت عليه برضو نعناع. والكيلو البتنجان بياخد 4 معالق من الملح، 4 معالق من الخل، معلقة من السكر. ده كله بنحطه في التتبيلة وبنقلبه كويس مع الفلفل الحامي والبارد بعد ما ضربناهم كويس في الكبة اللي هي بنعمل الدقة مع التوم. يبقى التوم والفلفل الحامي والبارد والتوابل كل ده خدناه في الكبة، طحناه كويس. وبعد كده شلت كوباية من مية السلق، انا حطيت عليها بنجر عشان كده ظاهرة باللون الاحمر. وبعبي بقى البرطمانات. انا عبيت البتنجان وهو سخن هيتاكل في يومه. بكمل بقى البرطمان زي ما انتوا شايفين كده بالدقة. وبزود في الاخر كده لو احتاج من مية السلق. مية السلق طبعا انتوا عارفين ان فيها ملح وخل. وبضيف في الاخر زيت. لازم اقفل البرطمانات بمعلقتين كده من الزيت في كل برطمان. يقعد معايا في شهر في التلاجة، خفيف وصحي ووصفة جميلة جدا هتعجب اللي هيجربها ان شاء الله. متنسوش يا حبايبي اشتراك في القناة ولايك لو الفيديو عجبكم، واشوفكم بخير ان شاء الله. مع السلامة.